كلها مفلشيها، كلها زارعين المنازل عبوات ناسفه. زين. وباكر العوائل اللي نسحت من هاي المنطقه راح يقولون ليش ما الدوله ما ترجع لنا لمناطقنا؟ ما راح يقولون ليش ابنائنا فخخوا بيوتنا كلها وكلها راحت خسائر ماديه. هاي بعد ما تتعوض. هاي ناحيه كامله هسه اصبحت ركام وكانه مضروبه قنبله ذريه. كل بيت زارعين به اكثر من 4 جليكارات 5. زين. هذول هم يعني مع الاسف بالبدايه يعني اعتقد كان لهم دعم، وتالي هسه هاي العوائل كلها طلعت وهاي البيوت كلها راحت وكلها مفجره. لحد احنا لحد هسه ما فجرنا اي بيت. وين طبيت يا ولد؟ ولا دخلنا اي بيت. هاي كلها قبل لا ندخل هاي افعال دواعش كلها فجريها سابقا، وهاوناتهم من كان الجيش سابقا في الرمادي، وحاليا مارسين عايدين نفس العمليه. وهاي العبوات كل ركن كل باب كل بيت كل عمود حديقه ما مخلين اي شيء، حتى لعب مال الاطفال مفخخيها. مع الاسف يعني هذه ما اجت بالهين، وهاي ناس تعبت عليها يلا شهدت هاي البيوت وهاي كل واحد مهيئ اموره لعائلته. هاي كلها عادوها ركام على بود يقولون احنا جايين اسلام، وهم ابعد ما يكونون عن الاسلام. بس ان شاء الله احنا الجيش احنا نطهر المنطقه، وان شاء الله العراق يحتوي هذه الامور كلها، وهو يعيدهم لاحضان الوطن افضل لهم من احضان داعش. بس احضان الوطن تخدم